ارحموني منها، ده ذنب انا عملته في حياتي انا مش عارف ايه ده. لا انا لسه هطلع اتكلم بكل التفاصيل، كل التفاصيل. وده مش تهديد على فكره، انا والله العظيم بقول كده عشان اخوفها ولا حاجه، ان انا بقالي سنين مش عايز اخده وعمال يتعب في سمعتي وسمعه اهلي وسمعه، انا اسف يعني معلش مع الفرق الكبير جدا 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 جدا. لا انا مش عايز اقول على نفسي كده، بس انا الحمد لله متربي كويس ومن عائله كويسه جدا ومتربي في اماكن كويسه جدا ومتعلم في اماكن كويسه جدا وبعرف ربنا سبحانه وتعالى وقاري وكاتب وكل حاجه في الدنيا. يعني ما الباقي بقى يعني مش عارف اقول ايه صراحه. اللي بيخاف ربنا ما يعملش كده، اللي بيخاف ربنا ما يعملش كده. يعني اللي بيخاف ربنا انا ما اعتقدش يعني في حد بيخاف ربنا يعمل كده. ده بيتكلم عن حد يعني اللي بيختار حد ربنا قال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وبالك بقى على العلن. انا عايز اعرف برضه يعني ايه سرقه تحويل البنك عشان افهم بس يعني ايه سرقه تحويلها البنكي عشان بس عايز افهمها عشان انا مش مستوعبها بس. دي ايه يعني سرقه يعني ايه الاتهام ده اصلا عباره عن ايه يعني؟ الكلمه مش راجعه مش مفهومه يعني. عايز تقول للناس كلها ان هي بتستقوى بالناس، هي بتستقوى بان انه ربنا ادورها بتستقوى بيه على الناس. يعني هي دلوقتي دايما تهددني لو ما رضيتش هعمل كذا، لو ما عملتش انا هخليك تمشي في الشارع، لو فيا جماعه ارجوكم ما تبقوش سلاح في ايد حد